أنا ما بحبش أقول النوع ده من القصص، بس أنا مضطر عشان صاحبة القصة محتاجة مساعدة فعلا. فهي بتقول: أنا بنت عندي 25 سنة وبحب ولد عنده 18 سنة. أنا مخلصة الجامعة بتاعتي وهو لسه في تانية ثانوي، بس برضه علاقتنا قوية. أنا اتعرفت عليه عشان هو صاحب أخويا ودايما عنده، وهو كمان دايما عندنا علاقتي بيه كانت قوية وكان في حدود الكلام الخفيف، لكن مع الوقت اتطور التواصل وبقينا نتقابل على طول ونتكلم بالموبايل بالساعات. وانا بدأت احبه جدا لدرجة اني رفضت 2 اتقدموا ليا علشانه، وهو دايما بيقول لي انه عايزني واني استناه لغاية ما يخلص الثانوي ويدخل كلية محترم، وبعد كده يجي يخطبني، وفرق السن مش مشكلة، فعشان كده انا ما كنتش باخد اي عريس. بس دلوقتي العلاقة اتطورت بشكل تاني بعيدا عن الحب المحترم والمشاعر الصادقة، وده مش من ناحيته بس، لا ده من ناحيتي انا كمان. وانا ما بقتش قادرة امنع الشعور ده وخايفة جدا لحسن اعمل حاجة غلط ومش عارفة اعمل ايه، اقول لاهلي عشان يساعدوني ولا ابعد عنه ولا اعمل ايه. فارجوكم ساعدوني وقولوا لي اعمل ايه.